وروائي عن روائي قل ما تشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا سعيد جدا أن أكون معكم في هذا المساء البهيج. طبعا إذا كان الأستاذ سليم الدراجي والأستاذ عزيز عقيل من أقرانه، فأنا أعتبره الأخ الأكبر الذي لا يرد من قصده أو سأله شيئا. طبعا سيرته منشورة ومعروفة، وإنجازاته تتكلم عنه، وبالتالي فلن أخوض كثيرا، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح إن شاء الله. كما أبارك هذه المبادرة، وهي مبادرة تكريم الطلبة لأستاذهم. طبعا هذه مبادرة طيبة تستحق الثناء والشكر، لأن أعظم تكريم وهو تكريم التلميذ للأستاذ. وأتمنى أن تتواصل هذه المبادرات، لأنه اعتراف ضمني بأنه أدى الرسالة التعليمية قبل أن يؤدي الرسالة الإبداعية التي هي ربما ستكون في مستوى الأبناء إن شاء الله. وبفضل دعوتكم إن شاء الله نتمنى له أن نراه في نجاحات أخرى إن شاء الله. طبعا لا أطيل، وهذا ما أريد أن أقوله وأشكركم. أنا واحد شاتني مرته ويتحدث بشكل رائع، وانا نجرب نقعد نبيع في القهوه يتحدث بشكل رائع، وشاتي مرته سي عام حق سي عامر لا يعتبر ابن لسعدي صباح الأكبر، ولكن لو بنشاهدوا انا عشرة عمر يعني تقريبا عايش معاه كذا، فالعلاقه اكبر من ابن وابيه، العلاقه اكثر حتى من صديق وصديق، اكثر من اخ. ويعني لو تجمع هذه الاشياء كلها، لو تجمع كل هذه الاشياء علاقة أصل فقط بأصل اكثر، يعني لو تعجن هذه الاشياء اللي ذكرناها فتجي علاقه جديده، هي اللي ممكن ما نعرفش نسموها، هي اللي تربط بين عامر وصباح. قل كلمه قل ما تشاء. ما تشاء لما يجي كاع تقول انا عارفكم علاش. الشيخ دا كنتو تكلموا بينو وخلحتوا الاحساس ماهوش غير والله. في يوم من الايام كنت نسمع في الاذاعه تاع جاف، طرح سؤال صحفي للشيخ، كاين سؤال يعني سؤال وجواب، قال له عامر، قال له ابي. جواب كافي وجه، كافي وجه. هذا هو هذا فعلا يعني. وانا والله هذه ما قاله عامر في هذه احيانا، ماهيش احيانا يعني شعرت بها كثيرا، ان صباح هو ابن عامر. يعني هذه على مر التجربه لا بصح هو حبوي جميل. انا فقط نطلب الكلمه الاستاذ عبد العزيز عقيل. انا وبصدق انا كنت انفا نتكلم على التكريمات. انا راني سعيد جدا والله، نشكر الاعلاميين ولات نمطيق ديال اللي جاو منا، فنان نحاس. وهذه التكريمات تاع الطلبه يكمن في قيمته لا في ثمنه، والتكريم الاكثر هو بالاساتذه الاجل تيرينا من بكري ليل. معايا يكفيني للجمهور لا السينما لا تصريح لا والو. حكينا هذه انا سعيد جدا جدا جدا. من عامر ما زلت راك ديت الكلمه وما رجعتليش. من عامر الان المجال، انا حاب واحد من تلاميذ المبادرين الذين بادروا بهذه يحبوا يتكلموا كامل، يحب واحد منهم يتفضل. الكلمه تحبوا